الواقعة لكان الأمور قد تغيرت وقد خسر اللقب. كرة ملعوبة، جول جول، هدف أول يسجل اللاعب حسين حيدرة. حسين حيدرة بالدقيقة 3 من عمر المباراة، حسين حيدرة يسجل للعهد أول أهداف المباراة. حسين حيدرة يسجل أول أهدافه في البطولة وأول أهداف مباراة اليوم لفريق العهد بالدقيقة 3 من عمر المباراة. هدف مباغت، كرتين مباغتة، واحدة أنقذها محمود قنديل والأخرى من مسافة بعيدة. شوف هذه الكرة ربعتها وعلى الطاير، اللاعب يستغلها اللي ما كان عليه ضغط، يلعبها تباغت الحارس اللي لم يعد سريعا لمرماه، وكرة مباغتة يسجل من خلالها الهدف الأول في المباراة. أذكر مرة أخرى المباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز العهد ب3 أهداف مقابل هدفين. فريق 4 أخطاء لحد الآن بالمباراة. عامر ذيب على تنفيذ ركلة حرة، تلعب الكرة خطرة، جول جول. أحمد هشام يعادل الكفة بالدقيقة 22 من عمر المباراة. كرة جميلة من عامر ذيب وأحمد هشام يعادل الكفة بالدقيقة 22 من عمر المباراة ويسجل أول أهدافه في مشوار البطولة. أحمد هشام يعادل الكفة بعد ركلة حرة من مكان خطير يهيئها بشكل سليم عامر ذيب إلى أحمد هشام، على الطاير يلعبها أحمد هشام بيسارية جميلة تمر على يسار الحارس حسن بيطار ويدرك من خلالها الوحدات. هدف التعادل بالدقيقة 22 من عمر المباراة. 1-1 الآن، 1-1 الآن، 1-1. والتعادل لا يغني الوحدات ولا يؤهل الوحدات. الوحدات يمني النفس أن يفوز ويخسر التين أسير. كرة تذهب إلى عامر ذيب، عامر عالية ملعوبة، رأسية تقطع. ركنية الآن لصالح نادي الوحدات من الجهة البعيدة. نصف ساعة مضت، نلعب الدقيقة 32. التعادل يتواصل بهدف واحد لكلا الفريقين. كرة خطرة، جول جول. محمد مصطفى يسجل الهدف الثاني للوحدات بالدقيقة 32 من عمر المباراة من ركنية ملعوبة جميلة. محمد مصطفى يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 32 ويسجل هدف التقدم لنادي الوحدات، وبالتالي الوحدات يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، وأول أهداف اللاعب محمد مصطفى خلال مشوار البطولة. شوف الكرة ملعوبة، اللاعب يستلم كرة رأسية، ولكن الكرة الرأسية من وين استلمها؟ خلينا نشوف مرة أخرى، يعني يا ريت المخرج شوف المخرج يعيد لنا الحالة. والكرة استلمها من رأسية الحاج مالك، والمساعد هو الأقرب وهو نلعب بالدقيقة 82 من عمر المباراة. نبقى نتواصل مع أحداث اللقاء الآخر اللي الآن يلعب الفريقان دقيقة 79 منه، فارق 3 دقائق بين المباراتين. كرة إلى زريق يحاول يسدد، جول جول. هدف قاتل بخطأ قاتل من محمود قنديل، يسجل اللاعب أحمد زريق بالدقيقة 82 يسجل الهدف التعادل. أحمد زريق يسجل هدف التعادل لصالح نادي العهد. يسجل اللاعب أحمد زريق ويسجل هدف الثالث في البطولة. الآن التعادل، يعني قد يسأل سائل كيف النتيجة؟ الآن التعادل، الحد عنده 4 نقاط، فائز أصبح 7، الوحدات أصبح عنده 6، يعني الآن الحد سيغادر مع العهد. شوف يعني خطأ قاتل على حارس المرمى محمود قنديل، يبدد طموحات وعشاق وأنصار نادي الوحدات. يعني حرام حارس مرمى تفوت من بين أقدامه هيك كرة. الآن الأمور إذا ما سجل الوحدات سيتأهل الحد مع
العهد. كرة ملعوبة مرة أخرى، تنقطع، تذهب الكرة إلى عامر ذيب. الوحدات اندفاعها في شوط المباراة الثاني سلبي جدا رغم التغييرات اللي أجراها المدرب. كرة من اللاعب صالح راتب، تعود إلى عامر ذيب. عامر تذهب الكرة، كرة تبعد من نور منصور. أحمد هشام، فادي عوض، فادي، كرة تلعب بالمنتصف مقطوعة، أقرب إلى خليل خميس. مهدي فحص، تقطع مرة أخرى، محاولة من اللاعب بهاء فيصل. صالح راتب، وكرة مقطوعة من الدفاع مرة أخرى، خطرة هذه داخل منطقة الجزاء. جول جول جول! سجل اللاعب بهاء فيصل، خطأ قاتل من المدافع، وبهاء فيصل يقلب الموازين ويضمن بطاقة التأهل للوحدات. الوحدات يسجل هدف قاتل بوقت قاتل بالدقيقة 87 من عمر المباراة. الدقيقة 87 اللاعب بهاء فيصل يسجل الهدف الثالث. خطأ قاتل يسجل من خلاله هدف التقدم. شوف الكرة ما تمكن منها اللاعب حسن ظاهر، وبالتالي يسجل الهدف الثالث وهدف التقدم لفريق الوحدات. والوحدات يتقدم ب3 أهداف مقابل هدفين، هي نفس نتيجة الذهاب ولكن معكوسة للوحدات بعد أن فاز وتقدم العهد في لقاء الذهاب ب3 أهداف مقابل هدفين. الآن نرجع للحسابات، الحسابات تصب لصالح الوحدات، والحد بالمركز الثالث ب7 نقاط، والتين أسير بدلا من أن يخطف بطاقة التأهل على أرضه وأمام جماهيره يتراجع للمركز الأخير. هذه كرة القدم اللي ينطيها تنطيه. اليوم رغم هذه النتيجة الفريقين ما أنطوا شيء للمباراة. يخرج عبد الله ذيب وراح يدخل اللاعب رقم 19 أحمد سريوع. Substitution for الوحدات club. Player number 10 عبد الله ذيب. عبد الله ذيب يترك الملعب وأحمد سريوع يدخل. أحمد سريوع يدخل. تغيير تكتيكي لقتل الوقت. رمية تماس للعهد. ثاني فوز للوحدات وثاني هزيمة للعهد. كرة عند اللاعب حسن ظاهر، تذهب إلى هيثم فاعور. خليل خميس، هيثم فاعور، مقطوع على رمية تماس. رمية تماس لصالح نادي الوحدات. رمية تماس الآن تلعب من فراس سيلفايا مرة أخرى إلى رمية تماس. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع. الوحدات يضمن بطاقة التأهل لحد الآن. كرة إلى حارس المرمى حسن بيطار، تعود إلى نور منصور، تذهب إلى هيثم فاعور. هيثم إلى الجانب، الكرة إلى حسين حيدرة. وحكم المباراة الصيني دي وانغ يعلن نهاية أحداث هذا اللقاء بفوز الوحدات على فريق
نادي العهد اللبناني ب3 أهداف مقابل هدفين. الأهداف سجلت عن طريق حسين حيدرة للعهد بالدقيقة 3، عادل أحمد هشام للوحدات بالدقيقة 22، محمد مصطفى أضاف الهدف الثاني بالدقيقة 32، أحمد إزريق عادل النتيجة للعهد بالدقيقة 82، بهاء فيصل سجل الهدف القاتل بالوقت القاتل بالدقيقة 87، وبالتالي العهد يبقى بالمركز الأول ب12 نقطة. الوحدات يقفز للمركز الثاني ب8 نقاط، والحد لحد الآن باقي متقدم على التنسير يقفز إلى المركز الثالث ب7 نقاط. إذا نقول مبروك للعهد، مبروك للوحدات التأهل وخطف بطاقة التأهل للدور الثاني دور ال16. إذا الوحدات